مرحبا بكم في فيديو جديد عبر قناة سعودي مورنينج. وقبل بدء الفيديو ندعو مشاهدينا الكرام إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك. نبدأ على بركة الله. وفي هذا الفيديو نناقش الخبر التالي: لمس غير لائق، غضب من إقامة السوبر الإسباني في السعودية. حذر اتحاد مشجعي كرة القدم الإسباني من خطر تعرض المشجعات الإسبانيات للمضايقة في السعودية بعد تسجيل حالات مشابهة خلال نصف نهائي السوبر الإسباني الخميس، وفقا لما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. ونقلت وسائل إعلام إسبانية أن زوجات لاعبين من مايوركا تعرضن للمضايقة خلال نصف نهائي كأس السوبر الخميس لفريقهم ضد ريال مدريد. ويزعم مشجعون آخرون تحدثوا إلى وسائل إعلام إسبانية مختلفة أن النساء تعرضن للمس بشكل غير لائق دون موافقة. وكريستينا بالفارا وناتاليا كولوزوفا زوجتا داني رودريغيز ودومينيك جريف على التوالي من بين المشتكيات حول سلوك المشجعين بعد المباراة في جدة. وقالت بالافارا: كنا مع أطفالنا ولم يكن هناك أمن. وأضافت: الحقيقة هي أن الرجال من هذا البلد السعودية بدأوا في التقاط صور لنا عن قرب وضايقونا. وأوضحت أن ناتاليا زوجة دومينيك جريف كانت هناك أيضا. وقالت كالوزوفا لصحيفة ماركا إنه أثناء محاولتهم مغادرة الملعب تقدمت مجموعة من الناس نحونا وصورونا في مقاطع فيديو ودفعونا وأهانونا باللغة العربية. وقال مشجعون للصحيفة إن قريبات اللاعبين تعرضن للمس بشكل غير لائق. وفي مباراة مع كادينا كوب، قال مشجع لمايوركا: طوال المباراة كان الكثير منهم المشجعون السعوديين يزعجوننا ويسخرون منا ويستفزون الأطفال وكبار السن. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد. ولا تنسوا ترك تعليقاتكم والتفاعل مع القناة.